أهلا بكم في بيبرس أكاديمي. أهمية ربط مؤشرات الأداء KPI. أهم جزء في إدارة وتحليل الأداء إزاي تربط مؤشرات الأداء ببعضها وتعرف هل فعلا المؤشرات بتحقق ولا لأ. وكمان هنعرف الفرق ما بين الليد انديكيتور واللاج انديكيتور بأمثلة عملية. الفكرة إن أي هدف كبير لازم يكون ليه مؤشر سابق يقيس النشاط اللي بيسبب النتيجة، ومؤشر تابع لاج وده بيقيس النتيجة النهائية بعد حدوث النشاط. ولو مربطتش الاتنين ببعض عمرك ما هتعرف سبب النجاح أو الفشل. تعال أقول لك شوية أمثلة كده هتخليك تفهم الموضوع من الآخر. أول حاجة عندنا مثال زي خدمة العملاء. الهدف هنا تحسين رضا العملاء بنسبة 90%. المؤشر التابع اللاج معدل رضا العملاء، ده بيظهر في الآخر بعد ما العميل بيجرب الخدمة بتاعتك. ومؤشر سابق الليد اللي هو زمن الاستجابة اللي هو فيرست ريسبونس تايم، لو زمن الرد أسرع رضا العملاء بيزيد. يبقى هنا الربط لو معدل رضا العملاء نزل FRT زاد، تعرف على طول إن السبب الرئيسي هو بطء الرد. يبقى خدمة العملاء اللي عندك مش شغالين كويس. تاني حاجة المبيعات. الهدف هنا زيادة المبيعات بنسبة 20%. اللاج إجمالي قيمة المبيعات الشهرية طبعا. الليد عدد الزيارات مكالمات. هنا التحليل بيقول إيه؟ إن الليدز زادت والمبيعات ما زادتش، يبقى المشكله هنا في تقفيل البيع. طيب لو الليدز قليله يبقى المشكله هنا في التسويق. انت عامل اعلان على الفيس على المنتجات وبيجي لك رسائل كتير وكومنتات كتير بس ما فيش مبيعات فعليا، يبقى هنا التقفيل من الناس اللي عندك هم اللي عندهم مشكله. انت عامل اعلان ما بيجيش منه مكالمات ولا بيجي منه رسائل، يبقى هنا المشكله في التسويق بتاعك. ثالث مثال عندنا وهو الانتاج والجوده. الهدف هنا تقليل نسبه العيوب الديفكت ريت بتاعك لاقل من 2%. اللاج هنا نسبه العيوب الشهريه. الليد نسبه الالتزام باجراءات الجوده وعدد الفحوصات اليوميه. هنا الرابط ايه؟ لو الفحص اليومي ده قل يبقى نسبة العيوب هتزيد. يبقى احنا كده لو التزمت بإجراءات الجودة وعملت الفحوصات اليومية اللازمة يبقى نسبة العيوب الشهرية بتاعتك أكيد هتقل. لازم تتابع وتفهم الاتجاهات الترندز. لو الليد بيتحسن يبقى الطبيعي اللاج بيتحسن. لو الليد ممتاز واللاج سيء يبقى فيه مشكلة في العملية نفسها. ربط المؤشرات هو اللي بيقول لنا هل النجاح ده صدفة ولا نتيجة شغل صح. وفهم الفرق ما بين المؤشر السابق والتابع بيساعدنا ناخد قرارات سريعة قبل ما الخسارة تحصل. كده انت فهمت ليدز ولاج، اكيد هتعرف تحط مؤشرات صح وتاخد قرارات سليمه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.